ايه ده؟ بصوا يا جماعه، ايه ده؟ انا ايديا هتبوظ يا رامي. اوعى عشان ده بوزيل ممكن يبهدل ضوافرك ويبهدل صوابعك. وانت زحمه على طول يا رامي ليه؟ الحمد لله، اللهم بارك اللهم بارك. في اللهم بارك. عيون بتلقطك يا رامي. لا، ربنا يبعد عننا شر العيون ويهدي النفوس ويرزق كل واحد بيجتهد ويسعى ان هو يكون دايما في الاحسن. بص، انت تستاهل كل خير لانك انت مجتهد وبتحاول باستمرار ان انت تعمل حاجه كويسه. بس فهمنا كده ايه الفقفقه دي؟ انت بتفقفق ليه؟ بص يا باشمهندس، ده مزيل بنزيل بيه الدهان من على العربيه. ده كده بيكون العربيه اصلا جايه فابريك. تمام. العربيه هنا كان فيها خبطه في الكبوت. دي عربيه سوزوكي سياز. السوزوكي سياز من العربيات اللي قطع غيارها الوكيل محترم وكل حاجه، بس قطع غيارها مش متوفره بشكل كبير، بتبقى اسعارها شويه غاليه. فهو القيمه السوقيه بتاعت العربيه تلاقي قطع غيارها قيمتها عاليه شويه عن القيمه السوقيه بتاعتها. طيب انا كصاحب عربيه دايما لما اجي اروح مركز صيانه او مركز سمكره ودهان، اجي احاول اصلح كبوت، تمام، يقول لك مش هينفع عشان خاطر العظم. انت بتعمل ايه عشان تتجاوز النقطه دي؟ طيب هقول لحضرتك على حاجه. اولا في حالتين، بيكون في كبوت بيكون متضرر بس العظم مش متضرر. تمام. في كبوت ممكن يبقى الكبوت نفسه من ورا اللي هو بنسميه الوش بتاعه والعظم متضرر. حلو. في حالات في العظم ينفع انها تتعالج، حتى لو انا هضطر ان انا افك العظم بتاع العربيه واستعدله بره وارجع اقفله تاني بالسيليكون وبتاع بحيث ما يفضلش الكبوت يقعد يلب. حلو. هنا التقفيل مهم جدا. فكل حاجه بفضل ليها علاج، لكن هل ده معناه ان اي حاله في الحوادث ليها علاج؟ لا طبعا، مش صح. في حالات بتبقى وجب التغيير. اكيد طبعا. طيب انا اللي شايفه دلوقتي ان انت بتستخدم يعني طريقتين في الشغل بتاعك. انت اول حاجه انت بتعمل ازاله، بالظبط، تمام، وبتحاول تصلح الجزء اللي بايظ. ده كده البدايه. ليه يعني ليه ما حرقتش مثلا؟ ليه ما بتستخدمش الطرق الطبيعيه اللي انا بشوفها بعناية في اي ورشه سمكره؟ لا هقول لحضرتك على حاجه. هو النهارده مش في كل ورشه سمكره، لا في ورشه بتشتغل كده، لان العلم كل يوم لازم بنتعلم حاجه جديده. انا النهارده عايز افضل محافظ على درجه الصلابه بتاعه العربيه بتاعه الصاج. تاني حاجه انا عايز افضل محافظ على نفس الكثافه بتاعه دهان المصنع بتاع العربيه. تمام. فببتدي اعمل كده عشان اقدر اسلم العربيه، انا ما اقدر اسلمها جهاز زي طلبات العميل ما هو عايز. شايف عيونك انا بقى. هو انت مش قلت هتوقف موضوع القلم والجهاز والكلام ده؟ كلام مظبوط مليون في المية. عايزين بس نوضح للناس احنا ليه قلنا ان احنا هنوقف. مش قلنا ان احنا هنوقف ان احنا كبرنا عن الصنعه او ان احنا ما بقيناش نعرف نعمل ده. مظبوط. تاني هنشرح ان في جهاز اسمه جهاز اليو في النهارده. تمام. النهارده الجهاز ده اول ما نزل كان ب 1500 دولار. ممتاز. بقى ب 20000 جنيه، بكره هيبقى ب 15، بعده هيبقى ب 10، هيبقى موجود في كل المراكز. النهارده اي جزء مرشوش في العربيه هتحط عليه الجهاز ده هيبان ان هو مرشوش، سواء كان بجهاز من غير جهاز هيبان ان هو مرشوش. تمام. ودي مرحله لسه في مراحل كل مدى. بس انا حاسس يعني ان انت عندك القدره على تخطي النقطه دي كمان يعني، بس انت اللي مش عايز. حلول ما اقدرش اقول لك يعني انا بقول لك هي ليها حلول. وانا حضرتك هشوف، انا هبعت لك فيديو وانا خارج مصر. انا قريب هكون خارج مصر في مكان معين مش هعلن عنه دلوقتي باذن الله. هوريك الخامات اللي ينفع نستخدمها وجهاز اليو في ما يطلعهاش. لكن هنا ابقى انا فعلا بقى بساعد مليون في المية على الغش وانا مش غشاش. ده انت غشاش يا راجل. عايزين نقول لهم حاجه بقى يا هندسه. قول. لما تعمل حادثه اوعى تعيش في الدراما وتيجي بسرعه عند رامي بانوراما. عارف انها بتضايق ناس كتير.